لا ننسى إطلاقا الفلاحين المصريين الطيبين. لما كنا ننزل المطار بتاعنا على السور بتاعه في مزارع وفي بيوت الفلاحين. بعد ما نزلنا يوم 7 أكتوبر أنا أتذكر جيدا، جت الفلاحة المصرية الأصيلة بالمتر الفخار اللي فيه اللبن غذائها وغذاء أطفالها وأولادها، وعلى وشه القشطة بتاعتهم، وقالت لي لازم تشرب من دي. بقول لها ليه؟ قالت لي انتوا رحتوا ضربتوا إسرائيل صحيح، احنا سمعنا في الراديو. جت بنتها الصغيرة الطفلة الشابة مصر الفتاة، طفلة عندها من 10 ل 11 سنة بشعرها وبهدومها وحافية، قالت لي استنى انا هجيب لك هدية حلوة. راحت جري وجابت منديل ملفوف فتحته في تعريفة مخروم ما يعرفوش ناس كتير من شباب مصر النهارده وملاليم. قالت لي خد التعريفة ده اشتري بيه حلاوة ليك وللعساكر اللي زيك والطيارين اللي زيك عشان تأكلهم عشان تضربوا إسرائيل تاني. هي دي مصر، وهو ده شعب مصر، وهو ده اللي مبارك شعبي مصر وبنحتفل بيها تملي.